مشاهدي الكرام، مرحبا بكم من جديد. عودة مرة أخرى إلى ضيوفنا الكرام وإلى ضيفنا الكريم الشيخ أحمد النواف الحسان، شيخ مشايخ قبيلة الأسلم الشمرية. أعود لك بالسؤال مرة أخرى شيخ. يعني العشائر اللي فقدت الكثير من زخمها في بداية العملية السياسية وحتى في العملية الانتخابية، هناك من يقول أنها تحاول الدخول إما عن طريق أن تكون مع فصيل سياسي بعينه ضد فصيل آخر، أو بتشكيل كيانات سياسية جديدة. يجوز جنابكم من طرق الباب الثاني وهو تشكيل كيان سياسي جديد. نعم، حقيقة هو الدور العشائري راح يعود للسؤال الشطر الثاني. نعم. هو تشكيل كيانات سياسية جديدة. اليوم المواطن العراقي بصورة عامة في العراق أو الشعب العراقي أصبح لا يثق بما هم الآن على الساحة السياسية، مع احترامي للخيرين الموجودين، ما نقول كلهم إنما قسم منهم. فلذلك راح يطرقون أبواب جديدة. فأنا قبل فترة أعلنت عن كيان سياسي جديد يحمل راية جديدة لكل الشعب العراقي من شماله إلى جنوبه، ومدعوين كل قبائل العراق للانضمام تحت هذا. شفت يعني جنابكم الكيان كان اسم الكيان العراق للجميع. نعم. لكن جنابك تحدثت عن القبائل، كل قبائل العراق نعم. مدعوة. يعني المدنية أين من هذا الكيان السياسي؟ كذلك الباب مفتوح لهم الأخوة المدنية، والمدنية مفتوح لهم الباب. وإحنا ذكرنا بخطابنا أنه المثقفين، الطبقات المثقفة، التكنقراط، الناس الشرفاء، الناس الخيرين، أبناء العوائل المرموقة، هذا مرحب بهم، لأن هذول هم جزء من العشائر. صحيح سكن المدينة أو ترك الريف أو ترك هذا، لكنه يبقى أصوله وجذوره موجودة بعشيرته. يعني شيخ، البعض يرى أن الدول التي تعمل باتجاه الديمقراطية لابد أن تملك أحزابا غير خاضعة لأي سلطة دينية أو اجتماعية، بل خاضعة للناخب الفرد. ما تعليقك؟ لا غلط. لا، احنا بالنسبة لنا يعني اليوم سياستنا لازم تكون نابعة من ضمائرنا احنا كشعب عراقي. احنا اليوم ما نريد ننظر لش ما يجري بالعالم الآخر، نريد احنا اليوم نكرس جهدنا لبلدنا. بلدنا عانى كثير، فاليوم لازم يكرس الجهد للنهوض بهذا البلد. أما أحزاب سياسية تترامى هنا وتترامى هناك، هذه وحساب لها نظرات أخرى، هذا أتصور هي ما راح تحصل شيء على الأرض. شكرا جزيلا لك شيخ أحمد النواف الحسان. شيخ ريسان شنيور فيصل الدراج، العلاقة بين الأحزاب والعشائر يقولون أن هي تمر بحالة مد وجزر، كر وفر. شنو تعليقك على هذا الموضوع؟ قبل لا أنسى وبعدين أعود لهذا السؤال. بالنسبة للعشائر، جورج بوش رئيس أكبر دولة بالعالم، ليش إجي لا زار الدولة ولا زار الحكومة؟ رأسا زار أبو ريشة. واحد هاي يحكيها للتاريخ، لأن أبو ريشة بعشيرته هزم الإرهاب، ولهذا يمكن جورج بوش إجي واحترم الشيخ. ليش ما اجي رئيس الوزراء؟ ليش ما اجي رأسا من أمريكا وين لأبو ريشة؟ وهذا دسمعني، وهذا دلالة على أنه نفس أمريكا هي تحترف بشيخ العشيرة الحقيقي والمؤثر واللي يساعد على طرد الإرهاب. أما أعود إلى سؤالك، قضية أنه الوضع بين الأحزاب والعشائر دائما يمر بمد وجزر، كر وفار. أستاذنا العزيز، أنا دائما أقول لك هم الأحزاب بين أنتم هسه ماخذين نظرة العشيرة وادي والأحزاب وادي. هم الأحزاب منه والعشيرة منه، هو ابني وابنك واخوي واخوك، ما بيها لا كر ولا فر. احنا تحت ديمقراطية وتحت مثل ما يقول آراء. هسه أنا أحكي لك عن عشيرتي، مو قسم منها صدري، مو قسم منها بدري، مو قسم منها وي القانون، مو قسم منها ايش، هم اجبرها قسم منها في صلاح الدين ايضا البدراج. تمام لو لا هاي انت تعرفها، هم اقدر انا اجبرهم، هذا الشيء راي. اما كمعاكسه وكعداوه ماكو هالقبيل. طيب، تحدثت عن قضيه الاحترام العشائري، وذكرت نموذج يجوز لاحترام الرئيس الامريكي السابق بوش للعشيره بالعراق، او يجوز الامريكان حتى عندهم معامله خاصه ويا عشائر يعني المواطنين الاصليين، او يعني ما يعرفون بالهنود الحمر. لكن تعتقد انه لمست انه الاحترام للعشيره بهذه الدرجه وبذات الدرجه من المسؤولين في البلاد؟ لا بالنسبه للحكومه لا. ايهما يحترم العشيره اكثر؟
العشيرة هي محترمة نفسها، والعشيرة هي الحكومة محتاجتها. ولا أي شيخ دزوا عليه قال له شنو حاجاتك، شنو أمورك، تتطلب العشيرة. لكن رئيس الوزراء، رئيس مجلس دائما النواب يجتمعون بشيوخ العشائر، يعني هذا أيضا يجوز من الاعتراف باحترام وحظوة شيوخ العشائر. يحترموننا احترام غير سطح، غصبا ما عليه يحترمني انا شيخ عشيره لي تاثيري، طبعا يحترمني، لكن شيء ملموس انطوا اكرموا وميزوا، وهذا لا. انا ميزتي وكرمي وهيبتي من عشيرتي بصراحه. اما من الحكومه كل شيء، خص الشيوخ الان من الحكومه كل شيء ما حصلوا، خلي يكون هم يسمعون باكر على الفضائيه مالتك. شكرا جزيلا شيخ رسان الشنور. الدكتور كامل مراياتي، لا تعتقد أن المجتمع العراقي سيستمر في صراعه أو في ثلاثية الصراع، السلطة والعشيرة والمؤسسة الدينية؟ بالتأكيد سيستمر. وإحنا مشكلتنا مشكلة المجتمع العراقي الحقيقة تكمن في علتين. العلة الأولى تداخل المرجعية الدينية والمرجعية العشائرية والمرجعية السياسية، إضافة إلى هناك اختلال بالبناء الثقافي للشخصية العراقية. وأنا أمر هنا على آراء الدكتور علي الوردي. هناك اختلال بالبناء الثقافي للشخصية العراقية. هاتان السمتان، يعني التداخل بالإطار المرجعي، أنا عندي مرجعية، عندي عشيرتي وعندي مرجعيتي المدنية وعندي مرجعيتي الدينية وهكذا، وإضافة إلى الاعتلال اللي الأخ الشيخ شرشاب قال على موضوع يعني الانتقال من سلطة إلى سلطة. هذه الحقيقة موجود خلل بالبناء. نادر تلقي بالشخصية العراقية من هو فعلا يبقى على رأيه على تقلب الظروف. راجع كل السجلات، راجع سجلات المواطنين، راجع سجلات الساسة، الشيوخ، ستجد هناك كثير من بل أن هذا وصل إلى حد تغيير الألقاب الشخصية، وصل بعد ما تغير النظام تبدل اللقب وهكذا. فإذا هناك اختلال بالبناء الثقافي للمجتمع العراقي، وهذه طبعا دعوة لإصلاح هذا البناء الثقافي، ويمتد هذا أيضا إلى بناء الديمقراطية أو بناء الدولة. دكتور، ألا ترى أن هناك من يدفع باتجاه وضع العشائر كمنافس للأحزاب؟ بالتأكيد موجود، لأن هذا سيدفع أيضا إلى استمرار هذا الاختلال المجتمعي. يعني بالتأكيد إثارة هذه الاختلالات أو التنافس أو الصراعات. بس احنا يجب أن نفهم ما هو دور العشيرة وما هو دور الأحزاب. وما دور العشيرة دور عاطفي يعتمد على العرق وعلى العرف، يعني عرق وعرف، في حين أن دور المؤسسات المدنية الدور يعتمد على مفهوم المواطنة أولا والدستور. هل استغلت الدولة لحد الآن الدور العاطفي للعشائر بالشكل الإيجابي؟ لا، أحيانا تبعا لمصلحة يعني النظام السياسي قصدي أو الحكومة الحقيقة تستثمر هذا البعد أحيانا عندما تحتاج له، وأحيانا. شكرا جزيلا لك دكتور. أستاذ شرشاب، هل أنه العشائر قادرة على دعم وبناء نظام ديمقراطي؟ يعني هنا دور العشيرة، يعني هو طبعا النظام الديمقراطي والنشاط المدني هو يقاد من قبل أحزاب سياسية، يعني هذا التطور المنطقي، وهكذا كل دول العالم. يعني الأحزاب السياسية هي التي تقود النشاط المدني وهي التي تبني الدولة. العشيرة جمهور يعني ومجتمع، وبالتالي تجد القادة السياسيين حقيقة يحاولون استمالة العشائر، وهذا وضع طبيعي، بس يستميلهم ببرامجهم. والعشيرة أعتقد أدت دور يعني في العراق جيد، وهو على الأقل لم نسمع من عشيرة ولا من شيخ قبيلة واحد أنه داعى في انفصال أو تجزئة العراق، بل كانوا جميعا هم داعمين لوحدة العراق على مر التاريخ. البعض يقول أن مشكلة العراق الحالية تكمن في زعامات مستبدة وأحزاب دينية وعشائر تمنع المدنية، ما تعليقك؟ لا، يعني زعامات شو؟ الزعامات هنا نوع الزعامة قسم سياسي، في زعامات مستبدة وقسم عشائرية. الزعامة المستبدة يتحدث أنا بدءا من السياسة، يجوز من يحاول تكريس هذه الزعامات، يعني الاستبداد في الزعامة. الوضع السياسي هذا إلى ظروفه، يعني والوضع السياسي هذا ناتج اليوم بالعراق، يعني سابقا كان نظام ديكتاتوري، اليوم نظام ديمقراطي، اكو انتخابات، يعني الى ظروفه ونشأته. العشيرة يعني قد يكون يعني اكد الاستاذ المراياتي، يعني هو ما هو دور العشيرة، منها ننطلق هاي الانطلاقة الحقيقية عندما نفهم دور العشيرة، وبالتالي كل ما موجود من احزاب سياسية وترى هم ابناء هذه العشائر يعني. وانا ما اعتقد هاي الثنائية اللي موجودة على مفردة عشائر يعني لربما تحارب المدنية على سبيل المثال، لا، تمنع المدنية. هو من اللي يقود النشاط المدني؟ هم كلهم ناس ينتمون لهذه العشائر.
يعني ماكو مشكله بالموضوع. يعني لكن هاي الثنائية ايضا التي حكمت الواقع لكن العراقي ايضا بكل شيء. جنابك تحدثت قلت منو اللي العشائر ما كتبت مليون بيت شعر، ايضا هذا بالتالي هم اذا ترجع لا، تحسبها مو ينتمي الى شنو عندما عشائر. تحصر المشكله بشريحه معينه، يعني لما يكون انهيار بالدوله او بالمجتمع هو يشمل كل مفاصل المجتمع. اللي يصرف لك تربطه بالعشيره، اللي ما يصرف لك طلع برا. لا يعني هو حقيقه حاله الانهيار تمتد لكل شكرا مفاصل جزيلا. الدولة. شيخ ريسان، بنصف دقيقه ما هي رسالتك باتجاه العشيره؟ والله احنا مثل ما يقول نوصى عشائرنا، ووصى نفسي بالتكاتف والتآخي، وأن نصير مثل ما يقول سيف بتار، كل من يريد تجزئة العراق وكل من يريد يخالف الدستور أن نوقف مثل ما يقول بوجهه ونحاربه لحد ما نتمكن. شكرا جزيلا لك شيخ ريسان. رسالتك وكلمتك شيخ أحمد النواف. أنا أدعو إخواني شيوخ القبائل والعشائر بالعراق ليتكاتفون وينبذون الطائفية ويهتمون ببناء بلدهم، ولا يجيرون أنفسهم لجهات سياسية سواء خارج البلاد أو داخل البلاد. شكرا جزيلا لك شيخ أحمد النواف الحسان. في نهاية حلقة اليوم أشكر ضيوفي الكرام، كل من الأستاذ عادل فهد الشرشاب عضو مجلس النواب، والشيخ أحمد النواف الحسان شيخ مشايخ قبيلة الأسلم الشمرية، والشيخ ريسان شنيور فيصل الدراج شيخ عشيرة ألبو دراج، والدكتور كامل المراياتي أستاذ الاجتماع في جامعة بغداد. للمزيد من المعلومات وإبداء الملاحظات راسلونا عبر بريدنا الإلكتروني iniraqiyatulhurra.com. وهذا عمر محمد يحييكم حتى ألقاكم في حلقة قادمة. دمتم بأمان الله.